السلام عليكم احبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نقترح عليكم الشباكيه اللي ضروري خاصها تكون في مائده ديال رمضان ان شاء الله. ندعو على بركه الله بالمكونات. عندي هنايا قبيصه ديال الملح، قبيصه ضروري تبداو بها. كنضيف ليها كاس ديال زيت نباتيه. المهم انا غادي نعطيكم المقادير ديال كيلو ديال الفورس، شحال غادي يخرج لكم ديال الشباكيه وشنو غادي ديروا معاه. عندي نصف كاس ديال الخل العادي، وغادي نضيف ماء زهر. تقريبا غادي نضيف هاد القريعه كامله ديال الماء زهر. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وغادي نضيف راس معلقه صغيره ديال زعفران، ضامه ديال زعفران اولا زعفران شعره يكون افضل الا كان عندكم، باش كيعطينا داك اللوين زويون للعجينه ديالنا. وصافي. وغادي نضيف دابا عندي تقريبا ملعقه كبيره ونصف ديال القرفه، و جوج معالق كبار ديال النافع البلدي اللي كتكونوا يعني حمرتوه واحد شويه وطحنتوه وغربلتوه مزيان. وعندي 250 غرام ديال اللوز اللي كتكونوا مسحتوه مزيان وطحنتوه بالقشره ديالو، و250 غرام ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون، يعني كتخليوه بحال هكا محربل شي شويه، ما يكونش مطحون بزاف، يعني ربعه من كل حاجه، من اللوز ومن الزنجلان. وكنضيفوا داك النافع وداك القريفه ديالنا لهذه العجينه اللي يعني هادشي المكونات اللي احتاجنا لهاد العجينه هذه ديال كيلو ديال الفورس. و الا تبعتوا معايا المراحل والمكونات غادي تحصلوا على واحد الشباكيه اللي زوينه بزاف واللي دقه عندكم غادي تعجبكم. غادي نضيف دابا الفورس العادي، ماشي بالضروري تكون يعني فورس اللي خاص بالحلويات، غير الفورس العادي تكونوا غربلتوه مزيان وتضيفوه للمكونات ديالكم وتعجنوا العجينه ديالكم ملي ما تجمعوها. الا حسيتوا بالعجينه باقا خفيفه كنزيدوا الدقيق، يعني الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالو. نتوما كتجمعوا، نتوما كيبان لكم حسيتوا يعني بالعجينه شويه خفيفه كتضيفوا الدقيق وتدخلوا هذيك المكونات في الدقيق وتعجنوه مزيان. يعني الشباكيه العجينه ديالها كتبغي انها تعجن مزيان، لان غادي تبقى قاصحه وغادي تعذبكم شي شويه في الاول، ولكن ماشي مشكل. قد ما كانت العجينه ديالنا قاصحه كتجي الشباكيه هشيشه ولذيذه. صافي. هنا من بعد ما كتجمعوا هذاك الدقيق كتحصلوا العجينه بحال هكا، يعني كتكون قاصحه، كتدلكوها مزيان بيديكم باش هكا كتخفف شي شويه. ضروري يعني تعجنوها بحال هكا بهذه الطريقه هذه. وصافي. وكتكون العجينه ديالكم راها واجده، ما كنخليوهاش ترتاح، يعني مباشره كنطلقوها على سطح العمل. كاين اللي كيخليها يعني ترتاح، ما ديروها الطريقه هذه، يعني غير تعجنوها مباشره تطلقوها وهكا. يعني كنحاول انني نقطعهم يعني قطع اللي تكون متساويه باش كتسهل الخدمه عليكم. صافي. غادي نقطعها بهذه الطريقه هذه كيف ما غادي تلاحظوا معايا، ونعاود يعني نقطعها بهذا الشكل هذا باش كما قلت لكم يجيكم يعني قطع اللي تكون متقاربه وفي نفس الوقت تسهل عليكم الخدمه. صافي. كيكونوا تقريبا قد هكا غادي نطلق كل وحده بوحدها، وضروري الاخرى غتكونوا غطيتوها ببلاستيك غذائي باش ما تنشف لكمش العجينه. طلقوها شويه هكا بالمدلك باش كيصلح لكم انكم ديروها في الماكينه ديالكم. صافي. غادي نديرها هكا في الماكينه ونخرج العجينه ديالي اللي غادي تكون يعني ما تخليوهاش غليظه. انا هنا كنت دايرها على الرقم 2 اولا 3، المهم نتوما اللي بغيتو. المهم خاصها تكون هكا رقيقه شويه وما تكونش غليظه باش تجيكم الشباكيه ديالكم هي هذيك مقاده ومزيانه. صافي. كنخدموها يعني بهذه الطريقه اللي كتعرفوا كاملين بالجراره. كندير هكا 4 ديال الشرائط. كاين اللي كيدير 6، المهم نتوما اللي بغيتو. ايوا صافي. من بعد ما كتطلقوا العجينه ديالكم هكا يعني بالمدلك وتعاودوا ديروها هكا في الماكينه كيف ما قلت لكم، كنديروا 4 ديال الشرائط وكنلصقوا هكا جوج اللي كيكونوا في الجنب مع جوج هكا الاخرين اللي كيكونوا متقابلين معاهم، وهذيك الوحيده كتجي في الوسط، يعني تشبك ساهل، ماشي ما يجيكمش صعيب بزاف. صافي. كنصفهم هكا في واحد اللاطه وكنغطيهم بلاستيك غذائي وندوزو دابا باش نقليوها
كتكونوا درتوا يعني الزيت تسخن، ضروري الزيت تسخن مزيان، وعاد كديروا هذيك الشباكيه ديالكم باش طيب. وحنا هنايا كنا يعني بدينا انا والام ديالي تعاوننا عليها بجوجنا. صافي كنتعاونوا يعني صراحه هاد الشباكيه كتبغي العوين، وداك الاجواء ديال رمضان كيكونوا زوينين. المهم انا هنايا كناخذ الشباكيه اللي راها يعني تصفات ليها كامل العسل كيف ما كتشوفوا معايا. وضروري العسل تكون هكا يعني ماشي ثقيله بزاف، تكون خفيفه، وما تسخنوهاش، لان غير السخونيه ديال الشباكيه ملي غتهزوها من الزيت سخونه وتحطوها في العسل راه هذيك العسل غادي تدفى غير بوحدها. صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه. وصافي كتحمر لكم، تاخذ لكم داك اللوين تحيدوها وديروها في العسل. وهذا الشيء اللي كاين، هذه هي الشباكيه ديالنا. كنقول للام ديالي شكرا بزاف، الله يخطيك، الله يخطيك عليا، والله يحفظك ليا ويخلي لك صحيحتك. وهذه الوصفه ديالها اللي ما تقطعينش ان شاء الله، وما كاينش اللي كيذوقها وما كتعجبوش، ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها. وهي هذه كتشوفوا كيفاش كتجي رطيبه لذيذه وبمكونات بسيطه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. خليت لكم الراحه، مع السلامه.